انا عايز اقول لكم ان دي واحده من احلى التتبيلات اللي انا بحبها للفراخ، ولو جربتوها هتدمنوها حرفيا، وسهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها وتطلع معاكم حدوته. في الهون نفرم فصين توم، وفي بوله نحط فيها علبه زبادي ومعلقه صلصه بيوريه ومعلقه كبيره من زيت الزيتون وعصير ليمون ومعلقتين من الثوم المفروم، والبهارات ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ وبصل باودر ولون طعام احمر اختياري وشويه زعتر فريش وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. عندي وراك فراخ مخليه واحنا ممكن نعملها بالصدور، كده المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي بتحبها هي اللي هتعملها. ونبدا نحط وراك الفراخ واحده واحده وعلى الهاديه زبادي ونسيبها ساعه في التتبيله. انا هستخدم الاير فراير من فلامينجو، ودي شركه مصريه 100%، مقاسها 8 لتر ونص وعندهم لونين فضي وذهبي بقوه 2150 واط، وفيها 2 حله داخليه وفيها 12 برنامج مختلفين من اللحمه والفراخ والسمك والبطاطس، ويجي معاها قالب سيليكون وبخاخه زيت وفرشه معاها ضمان سنتين. وانا شغلت الاير فراير على برنامج الفراخ وظبطت الحراره على 180 حوالي 30 دقيقه، وفي النص ممكن نقلب الفراخ لو الفراخ بتاعتنا احجامها كبيره، و30 دقيقه بالظبط الفراخ طلعت معانا مستويه ودايبه دوب. والله حدوته مدلعكم، عندهم خدمات ما بعد البيع عشان هم المصنع. وهنجيب بصل وبقدونس وسماق ونفرك الثلاثه مع بعض ونحطهم في طبق التقديم ونحط عليها الفراخ. واعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام، بسم الله. حدوته وتستاهل التجربه. سلام.